السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا النهارده هنعمل حته كيكه جميله جدا باللبن وتطلع معاكي هشه ومظبوطه، واقول لك السر الخطير اللي يخليها مرتفعه معاكي. يلا بينا ونبدا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا. اول حاجه هنا معايا الخلاط، هنزل بيه بنص كوبايه لبن، عليه كوبايه سكر، براحتك حابه تقللي تزودي على حسب ما انت تحبي السكر بتاعك. معايا ربع كوبايه زيت. تمام، كل دي مقادير بتاعتي ثابته في اي كيكه. يعني مفيش اي حاجه ينفعش تغيري الزيت او اللبن، لان اللبن بيدي طراوه حلوه جدا للكيكه، والزيت طبعا بيخليها هشه وحلوه جدا. ونزلت بمعلقه خل صغيره وهضربهم كلهم في الخلاط لحد ما يبقوا معاكي كريمه خالص زي كريمه الشانتيه، يعني اخف منها ببسيطه. هوريكي كده، بصي، سهله جدا وحلوه جدا، وهتبقى كريمه هي اللي بتخلي الكيكه بتاعتك مظبوطه. ومعلقه الخل بتدي للكيكه بياض لو انتي حباها بالفانيليا، وتنزلي بكيس فانيليا عليها او كيسين. هنا هنزل بالبيضه بتاعتي، انا كسرتها الاول في الكوبايه عشان اضمن ان البيضه بتاعتي كويسه وسليمه قبل ما احطها في الخلاط. نزلت بالبيضه الاولانيه وضربتها، وهنزل بالبيضه التانية زي ما انتم معايا كده. تمام، هضربهم كلهم في الخلاط وارجع لكم. وهفضل اضرب فيهم كده لحد ما كل البيض اللي عندي يختفي، ما يبقاش فيه اثر للبيض، واتاكدت ان هو عاملين زي الكريمه. تمام. بعد كده عندي كده كوبايتين دقيق، كوبايتين ونص من الدقيق. استبدلت معلقه من الدقيق بمعلقه نشا. لو حابه ان انت تبقي بالشوكولاته هتشيلي معلقه دقيق وتحطي مكانها معلقه كاكاو خام. تمام. وكون نخله الدقيق كويس بتاعي عشان يخلي الكيكه بتاعتك هشه جدا. هعمل زي حفره كده صغيره في النص، واروح نازله بالخليط بتاعي اللي انا كنت عاملاه في الخلاط، واقلب من تحت لفوق بالراحه جدا لحد ما الدقيق بتاعك يختفي واحده واحده. ما ينفعش اقلب بسرعه عشان كده ما هتبقاش الكيكه معاكي طريه، لازم اقلب واحده واحده زي ما انتوا شايفين كده لحد ما الدقيق معاكي يختفي. وبعد كده انزل بباقي الخليط واحده واحده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. ما تنسوش لايك واشتراك للصفحه يا جماعه عشان يوصل لكم مني كل جديد. بس كده، بعد ما ضربت الخليط بتاعي كويس كده والدقيق اختفى كده، هو القوام بتاعي. ايه بقى السر؟ احنا لحد دلوقتي محطناش البيكنج باودر. البيكنج باودر تحطيه في اخر حاجه عشان مفعوله يبقى لسه شغال، ما تحطوش مع الدقيق عشان ما يبطئش البيكنج باودر بتاعك. فهنحطه في اخر حاجه بعد ما نكون خلصنا العجينه بتاعتنا. انا نزلت كده بمعلقه ونص بيكنج باودر صغيرين. تمام، ده اللي هيخلي معاكي الكيكه بتاعتك تترفع وتكون مضمونه معاكي ما تهبطش ابدا. قبلها اكون مولعه الفرن بحوالي ربع ساعه كده، اكون مولعه الفرن، او لو انتي بقى اول ما ابتديتي تشتغلي فيها تكوني مولعاها، مشغله الفرن بتاعتك تكون جاهزه وتكون سخنه. اول ما ادخلها في الفرن اروح بعد 10 دقايق هروح موطيه عليها. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه اتاكد ان البيكنج باودر بتاعي ايه، تمام وزي الفل. هنا عندي كنت جايبه صينيه مقاس 26 دهنها بالزيت، وبعد كده رشيت عليها شويه دقيق. هنزل عليها بالخليط بتاعي، ويكون الخليط بتاعي طري زي ما انت شايفه كده، قوامه طري جدا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لازم افضي كل حاجه في البوله بتاعتي عشان كله طبعا بيبقى من المقادير بتاعه الكيكه بتاعتك. تمام، وعلى حسب المقاس اللي انت عايزاه في الصينيه. عايزاها اعلى من كده تقللي الصينيه بتاعتك، عايزاها في صينيه اكبر تكتري المقادير بتاعت حضرتك. ولازم اخبطها اديها خبطتين كده عشان اطلع منها اي هوا في الكيكه بتاعتك، عشان ما يبقاش فيه فراغات كتيره في الكيكه. تمام، هدخلها في درجه حراره الفرن زي ما انا قلت لك قبل كده. وكده حبايبي، انا بعد ما خلصتها وبردت زينتها بشويه كريمه عندي، واولادي كانوا عايزين عليها مرفسل، كان عندي في مرفسل بالشوكولاته وشويه شوكولاته، وكان طعمها رهيب. يلا ما تنسوش لايك واشتراك للصفحه، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.